اهلا بيكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يوم جديد، اضطريت وجيت على نفسي وقلت لازم انزل. دي حفلة الكشافة بتاعت ابني. كان هيلبس المنديل. آه يعني كان هيبقى كشاف رسمي. فانا كنت تعبانة قوي، ورغم كده قلت لا لازم انزل. وكان كمان بابا عنده ظروف شغل مش هينفع يجي. انا كنت معتمدة بابا هو اللي هيروح وانا مش هروح بعد كده. والولد كان مقدر يعني ومش زعلان وكده، بس انا حسيت لا لازم انا اروح وما ينفعش ما اروحش. ورحت مع ان كان يوم طويل قوي، ونزلت لكم من الحفلة كذا كذا جزء. يعني كان من الساعة 5 ماشيين الساعة 10، لما كنت خلاص تعبت جدا وكنت تعبانة قوي قوي قوي. بس صراحة كنت برضو مبسوطة قوي قوي قوي. فحبيت احضر اليوم في ايام كده. في ايام ولادك حاولي على قد ما تقدري تيجي على نفسك وتحضريها. بصوا بقى هنا بقى يا حبايب قلبي، الولاد عندهم طبع غريب لما بيعملوا. بص فادي ادى اكشن رهيب. هو حط من الشطة الزيت، افتكرها صلصة فحط كتير. هو في العادي بيحب الشطة بس مش قوي كده، يعني هو حط الشطة افتكرها صلصة. مش عارفة انا كنت بعمل ايه او ببص في ايه، فما خدتش بالي هو حط كمية قد ايه. فهنا بيقول لي يا ماما انا حطيت من دي بحسبها الصلصة. فادي مدمن كشري، يعني ما بيحبش الطاجن، ما بيحبش اي حاجة، هو بيحب الكشري. برقام ابني ما بيحبش الكشري، بحب الطاجن. والمرة دي طلب طاجن بيتزا، يعني طاجن والوش بتاعه بيتزا، ما عجبهوش. يعني ده كان بيصوت منه، وده بسأله هو دلوقتي وبقول له ايه رأيك فيه؟ عجبك؟ قال لي لا مش حلو. قال لي العادي احلى. قال لي كده باللفظ، قال لي والله العادي احلى يا ماما، اللي هو من غير الوش البيتزا ده. هنا بقى فادي كان بيطفي الحريقة اللي حصلت له نتيجة الشطة. بص حبيبي بيشرب ازاي، اللي هو يعني ايه، انا مش قادر. كان مولع. ابرام بقى هنا بقول له، يقول لي لا مش حلو. هو ابرام ممكن يقولك الحاجة عكسها، يعني اقول له ايه يا ابرام حلو، يقول لي لا 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 مش حلو. هو يبقى عاجبه، بقول له ايه ما انت هو قربت تخلصه، امال فين مش حلو ده. كان يوم جميل، ورغم ان هو كان متعب بس كان حلو قوي وانبسطت قوي. وانا معرفش صراحة، انا بحب دلوقتي في الايام دي اشارك ولادي في حاجات معينة ما تتنسيش. أه بقول لكم بعد كده ليه يعني، بس اهو احساس بقى كأم ان انا عايزة اخلي لهم ذكريات معايا كتيرة. يا عالم مين يعيش ومين يموت وكده يعني. مش عارفة، في الحمل ده جايني شعور غريب قوي ان انا يعني عايزة اخلي ولادي يفتكروني بكل حاجة كويسة. حتى فادي رحت معاه مشاوير المفروض ما روحاش برضو، رحتها عشان خاطره. ده فادي حبيب قلبي. فادي ده روحي روحي روحي، حنيتي الدنيا كلها، بس شقي شقي. هنا بقى بصوا ابني القصير القطقوط، احط لكم سهم عليه ولا حاجة. هو خد يعني هو هنا يعتبر خد الهدية بتاعته من ضمن 3 من الأوائل في الكشافة، يعني حتى واخد اهو مج اهو مكتوب عليه اسمه برقم جمال. هحاول افتح الصوت. هنا بقى هيلبسهم المنديل او لبسوه، مش عارفة. هشوف لكم الجزء ده بتاع ايه واحاول انزله لكم. بس يلا بقى حطوا لي لايك، ولو انتوا اول مره تزوروا قناتي فانا نرمين، ودي قناتي نرمين الحبايب. ما تنسوش تعملوا اشتراك فيها وتفعلوا الجرس على كلمة الكل. ربنا يفرحكم بولادكم، وحاولوا تشاركوا ولادكم في كل حاجة حلوة. ما تنسوش يعني ايه تفرحوا ولادكم واحتفظوا بذكريات حلوة معاهم. حتى لو تعبانين او كده حاولوا على قد ما تقدروا تدخلوا في حياة ولادكم. هنا كانوا عاملين زي تذكار كده لكابتن صفوت، صورة جميلة ليه. كابتن صفوت هو اللي مسك القطاع بتاع الكشافة كلها، بتاع آه المنطقة بتاعتنا كلها صراحة. يعني انا نفسي كان بيديني في الكشافة وانا في 4 ابتدائي،
فتخيلوا، فيعني رهيب. ربنا يديك الصحة والعافية يا كابتن صفوت. مشكلة. لا سؤال احسن مني صدقوني. بشكرهم جدا جدا وشكرا جدا لمحبتكم. معلش احنا مش هنطول عليكم، هناخد صورة جماعية دلوقتي وبعد كده هنلبس المناديل عشان تلحقوا تروحوا. ايوه تقولوا ورايا. اتعهد امام الله ان ابذل جهدي في ان اقوم بما يجب علي نحو الله والكنيسة والوطن، وأن أساعد الناس في جميع الظروف، وأن أعمل بقانون الكشافة. أمين. مبروك عليكم. هيلبسوا دلوقتي المناديل، اتفضلوا استريحوا. أرجوكم مش عايز صوت. مبروك لكل الناس، بجد حاجه هتفرح. شكرا جدا لتعبكم، ونتمنى المرات الجايه يبقى احسن واحسن واحسن بيكم. انا احترت فيه بصراحه، يعني القطاع كله رجاله وشغالين 100 بس انا اخترت 4 تقريبا، صح؟ اخترت 4. ده كام؟ اخترنا 2، معلش هيبقى افضل ال2 السنه دي. مش معنى ان انا اخترت 2 يبقى القطاع كله وحش. انا اخترت 2 لحاجات انا اخترتهم عشانها. اول واحد مينا سعد الله. يا مينا يوستوس وسيم. بسرعة يا يوستوس. إبراهيم جمال. أفضل مرشدة مارينا محروس. طبعا احنا نسينا نادي شاب كده اسمه بيتر عادل. انت فين يا بيتر؟ يا بيتر. ال4 اللي القائد قالهم انا جبتهم عشان بس انا بختم حاجه. ده خدنا التيم. شكرا. خدنا التيم. ايه ده؟ هياخد 2 تاني؟ لا مش منديل، دي جايزة اللي بعده عشان هو شاطر. بعد بقى يا بنات ما خلصنا اليوم الجميل، قمت عزمتهم برا على كشري وطاجن وحواوشي، وشربوا العصير وروحنا البيت فصلانين. بس كان يوم حلو، وده كان فادي، قلت اصوره لكم عشان كده يبقى الحدث كامل. واقول لكم